ليه مؤخرا حصل منكش جديد بين مشروع السوبر ليج والاتحاد الاوروبي لكرة القدم؟ وايه الحكم القضائي اللي صدر فاحيا القضية تاني؟ وازاي الحكم ده مش هيغير اي حاجة على الاقل في المستقبل القريب جدا؟ لكن هل الباب اتقفل قصاد السوبر ليج تماما ولا لسه متوارب؟ ومين الجهة اللي هي مش اليويفا واللي بجد في ايديها مفتاح الباب ده تفتحه او تقفله؟ وليه مدريد وبرشلونة احزن الناس بالوضع الحالي؟ وازاي ممكن يكون في دخلة من بره الصندوق تحقق معادلة جديدة في المستقبل؟ يلا نجاوب على كل الاسئلة دي، نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. في ديسمبر 2023 الحالي حكمت محكمة القضاء الأوروبي لصالح شركة A22 اللي هي حاولت تأسس السوبر ليج في 2021 قصاد الفيفا واليويفا. وموفد الحكم كان ببساطة إن الفيفا واليويفا ما لهمش الحق إن هم يوقعوا عقوبات أو غرامة على أي نادي بيحاول يعمل مسابقة زي دي استغلالا لسلطتهم، وإنهم لو عملوا كده فده بيتعارض مع الدستور الأوروبي. ردود الفعل المختلفة سواء من اليويفا أو شركة السوبر ليج أو كبرى أندية أوروبا ودورياتها هلخصها لك في السريع، وبعد كده نخش نتكلم في تبعات الكلام ده، وهو ده اللي أنا أصلا جاي أكلمك فيه. بمجرد ما الحكم صدر حصل بلبلة، وشركة A22 راحت مطلعة فورمات جديد او الشكل الجديد للسوبر ليج هيكون عامل ازاي، وانه بيتضمن 64 فرقة و3 مش عارف ايه وحركات. المهم ان سرعان ما طلع سفرن رئيس اليويفا وتهكم على هذه الشركة وقال لك يلا خليهم يلعبوا بمنتهى الثقة، عكس ما كان مهزوز ومكسور ومتوتر في 2021. وقال بتاتش تريقة واضح وصريح بالتوفيق لمسابقة هتكون مكونة من ناديين، وبالناديين دول كان يقصد مدريد وبرشلونة، وقال دي هتكون عرض ترفيهي بما اننا داخلين على الكريسماس. وهنا تصريحه ان دل فبيدل ان هو مأمن مع كل كبار اوروبا ومش هيتكسر ويرفع شعار انا خدت الضرب بجد من اقرب ناس في حياتي زي ما عمل في 2021. والراجل ما كدبش خبر، في خلال 24 ساعة كان كل نادي كبير او اسم دوري كبير في اوروبا يجي على بالك او ما يجيش بيقول احنا مش مع السوبر ليج ومش هننضم لها وملناش فيها، باستثناء مين؟ طبعا مدريد وبرشلونة. فلورنتينو فلورنتينو بيريز طلع قالك اخيرا مصيرنا هيبقى في ايدينا واوروبا الحريه رجعت لنا تاني. قام طالع وراه خوان لابورتا طلع قالك محتاجين نبدا مفاوضات ومباحثات بناءه عشان نوصل لبطوله اوروبيه بتفيد الغالبيه العظمى من الانديه الاوروبيه والدوريات الاوروبيه، وما تكونش بس في صالح قله قليله من المؤسسات والانديه. وريخارد CEO شركه A22 بتاعت السوبر ليج طلع قالك احنا اخيرا هنقدر نعمل حاجه لمصلحه الجماهير بعيدا عن هيمنة اليويفا. طبعا كلام جميل وشعارات رنانة، بس تعال نجيب من الاخر. لو انتوا كنتوا سفراء النوايا الحسنة قوي كده ومن الاول ما كنتوش اقترحتوا الدوري الاكسكلوسيف الطبقي اللي شفناه في 2021. وهنا انا لا استثني ال10 فرق التانية اللي كانت انضمت ساعتها ورجعت عدلت عن موقفها دلوقتي. تيجي هنا تقول لي يعني يا كابتن عزيز ال10 فرق التانية اللي منهم ال6 الكبار بتوع انجلترا ضميرهم صحي، ورغم ان القانون بقى يسمح لهم ان يعملوا سوبر ليج الا انهم اختاروا يعملوا الصح ومصلحة الناس، هي الدنيا لسه بخير يا ابو العز ولا ايه؟ هقول لك الاجابة طبعا لا. فاكر لما قلت لك مين اللي بجد في ايده مفتاح باب السوبر ليج؟ انا هقول لك دلوقتي وهثبت لك بالارقام، بس قبل ما افتح الباب اللي على يميني ده هشغل الدرامز بتاعت السيرك عشان نعمل حالة من الاثارة واديك فرصة تخمن. والإجابة الصحيحة هو بعينه أسد الأسود، الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي اللي يا لسخرية القدر هو أصلا اتأسس في أوائل التسعينات بنفس فكر السوبر ليج، وممكن نعمل له حلقة لوحده. الدوري الإنجليزي هو الأكثر شهرة والأعلى مشاهدة والأكبر حضورا والأغلى أجرا والأفشخ إثارة، وحط أي حاجة على وزن أفعل تلاقيها ماشية مع الدوري الإنجليزي. وطول ما كبار إنجلترا مش دايسين في فكرة السوبر ليج يبقى الفكرة مش هتتنفذ. وفي اللي جاي هشرح لك ليه الدوري الإنجليزي وكبار إنجلترا ما بقوش مهتمين بالسوبر ليج. في 2021 وفي لحظة جس نبض أكتر ما هي طيش شباب وافق ال6 الكبار بتوع الدوري الإنجليزي على فكرة السوبر ليج. ودعنا لا ننسى إن على مدار سنة قبلها كان الكوفيد زي ما هو وباء خطر صحيا فهو كان وباء قاتل ماديا واقتصاديا. فكان السوبر ليج ده أحد حلول أثرياء الكورة إنهم يزدادوا ثراء وياخدوا فلوس مباشرة ليهم بعيدا عن إتاوة اليويفا والفيفا. ولكن سرعان ما الشباشب اتحدفت من الجمهور والتهديدات بالعقوبات زادت من اليويفا. ومن ساعة اللحظة دي إلى يومنا هذا وعلى مدار 3 سنين
حصل تغييرات كتير جدا تخلي موقف الانديه دي يتغير، حتى لو بقى معاهم الحق القانوني ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. من ناحيه التعديلات الكبيره اللي حصلت في دوري الابطال واللي هتعلي دخله تقريبا بمليار ونص يورو سنويا، وازاي اجور الانديه المشاركه هتزيد بشكل كبير عن قبل كده بالتبعيه، ودي انا عملت لها حلقه مخصوص ممكن تطلع من هنا عليها على طول. دي بالبلدي كده راضت الناس شويه. اما من ناحيه تانية فتعالى ابهرك بارقام الدوري الانجليزي بالمقارنه بالدوريات التانية الاوروبيه، وازاي وضعه الحالي محليا مع علاقته باليويفا اوروبيا 100 فل و14. في اخر 10 سنين معدل زياده دخل الدوري الانجليزي ماشيه بمتوسط 9%، في الوقت اللي فيه لا ليجا والبوندز ليجا والسيريا والليج بيكبروا معدلات ما تزيدش عن 4 و6%. وده معناه ان الفجوه الماليه عماله تزيد. وطبعا مش بس الحضور الجماهيري اعلى في استادات الدوري الانجليزي، لا ده حقوق البث اكبر وبكتير، بقرب الضعف عن اقرب منافسيه طبقا لتقارير 2022. مش بس كده، ده مع كل تجديد لعقود حقوق البث للدوري الانجليزي، الانجليز بيمضوا بارقام اعلى، اما الباقيين فبيمضوا بارقام اقل. وطبعا مش هتتفاجئ لو قلت لك ان الدخل من الدعايه والرعايه والاعلانات برضه الانجليزي شاطح فيها عن اقرب منافسيه، واللي فيه منهم دخله التجاري السنوي بيزيد ببطء زي الدوري الالماني، واللي فيه منهم دخله التجاري السنوي عمال يقل زي لا ليجا. وهنا فاكر لما كنت بسألك في اول الحلقه اشمعنى مدريد وبرشلونه اكتر المنزعجين؟ اهي الاجابه وصلت. طب ازيدك من الشعر بيت، الدوري الانجليزي هو الوحيد اللي معدل نمو دخله السنوي اعلى من معدل زياده الاجور والمرتبات، وبين قوسين هنا برضو الليجا هي الاكثر خساره في الحسبه دي زي ما احنا شايفين الارقام قدامنا. وطبعا اللي بيعمل فلوس اكتر بيصرف اكتر فبيكبر اكتر والفجوه تزيد اكتر واكتر. ويلا احصائيه كمان، والدوري الوحيد اللي لو قارنا صرفه على الصفقات سنه 23 بالمقارنه بسنه 20 هنلاقي الانجليزي اللي زاد صرفه بنسبه 76%، في الوقت اللي التانيين نزل معدل صرفهم لمعدلات قد تصل للنص. وده ترجمته على الارض ان كل النجوم لعيبه ومدربين واداريين حاجزين اقامه مفتوحه في انجلترا. باشا الدوري الانجليزي في 2023 صارف اجمالي انتقالات اكتر من الليجا وليج والبوندز ليجا والسيريا متجمعين مع بعض. يا ساتر يا رب، صدق اللي عمل له لوجو الاسد. والاسد ده كل ما ياكل لحم اكتر او يجيله ايرادات اكبر بيصرف اكتر فيكبر اكتر واكتر، والفجوه توسع بينه وبين غيره جامد. فايه بقى اللي يجبر هذا الكيان هو والكبار بتوعه انهم يلعبوا مع بيريز ولابورتا اللي بيعانوا من سوء الدخل للدوري الاسباني اللي عمال يرجع لورا سنه ورا سنه، وقيمته الترفيهيه والتسويقيه عماله تاخد في غطس خصوصا بعد رحيل رونالدو وميسي، وعشان كده هم اكبر الداعمين للتغيير. طبيعي دلوقتي الانجليزي يقول له يحنن يا حاج، وطبيعي ان بالتبعيه وحفظا لماء الوجه قدام جماهيرهم على الاقل باقي الانديه والدوريات تطلع تاخد اللقطه وتقول احنا مش بتوع السوبر ليج. الدوري الانجليزي شركه وعايزه تفضل تكسب زي ما شركه A22 بتاعت السوبر ليج شركه ونفسها تقوم. واللي ورا الدوري الانجليزي حكومه هددت بعقوبات كبيره في 2021 لما حست ان السوبر ليج ده ممكن يوقع لها الدوري بتاعها، الدوري اللي هو مش مجرد دوري، ده عمود في اقتصاد البلد. شوف بيجيب ضرائب قد ايه وتسويق واستثمارات ودعايه وعقود رعايه للبلد قد ايه، وسياح من المشجعين قد ايه، ودخل مباشر وغير مباشر. يكفي اني اقول لك ان تقارير متوسط اخر كام سنه للدوري الانجليزي انه بيدخل لبريطانيا من 6 ل 7 مليار استرليني في السنه من اصل 2 تريليون اجمالي ناتج قومي، يعني 0.35% من الاجمالي. ده رقم مخيف. فتجيبها يمين تجيبها شمال هتلاقي ان الدوري ده بالصداقه والشراكه وحسن العلاقه مع الدوري ابطال اوروبا هم السوبر ليج بتوع النهارده وبكره الى ان يجد جديد. ومن هنا لو بقيت اسامي الانديه او الدوريات الكبيره في اوروبا عايزه تعمل حاجه تكون مفيده فلازم تكون فيها مصلحه يزغللوا بيها عينين الانجليز. فهل مثلا يجي التفكير اللي بره الصندوق اللي كنت بقول عليه في الاول في مقترح مثلا ان يلا نعمل بطوله صغيره تبقى بدل ماتشات الكؤوس المحليه، او ممكن تبقى على فتره زمنيه صغيره قوي زي ما جربوا في الدوري الافريقي الجديد ده؟ كل شيء وارد، بس عشان دي اللي يتم بين الكل لازم يبقى الكل كسبان. صدق اللي قال المصالح بتتصالح، واوقات بيكون اعداء او اخصام البارحه هم اصدقاء اليوم. الكوره صناعه، والصناعة مكونة من شركات وعاملين ومصالح دايرة، وكل يوم والتاني السوق بيتغير. اما انت وعلى سبيل التغيير والتطور روح اتفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات الجاية، ولايكاتك وكومنتاتك وشيراتك لحبيبك ابو العز عشان الكابتن عزيز يتشاف، ولو احنا على اليوتيوب نفعل الجرس. اشوفكم في الحلقة الجاية، باي.